بعد قرار لجنة التظلمات فارق نقطتين للأهلي ومباراتين فقط يفصلوا وصول الأهلي وتربعه على قمة الدوري وحصوله على اللقب. الأهم من الدوري والكاس النهاردة إن الأهلي حرم الزمالك من اللعب في كأس أندية العالم لكرة اليد، مش الاتحاد الأفريقي، الأهلي اللي حرم الزمالك. إزاي؟ هنشوف إزاي مع الدكتور علاء صادق. لجنة التظلمات مسكت العصاية من النص زي عادة المصريين، اعتبروا الأهلي خسران من الزمالك 3-0، اعتبروه منسحب، قالوا ما كانش ليك حق تنسحب. القرار اللي صدر بيقول الأهلي ما كانش عنده حيثيات قهرية تجبره على الانسحاب، لكن ما فيش أي لائحة بتنص على خصم 3 نقط من النادي الأهلي، فبالتالي قرار لجنة الانضباط اعتبار الأهلي مهزوما من الزمالك 3-0 وعدم خصم 3 نقط إضافية من النادي الأهلي. كده الموقف في القمة زي ما هو في الدوري، الأهلي متقدم على بيراميدز بنقطتين، وقدامنا مباراتين بعد بكرة مع البنك الأهلي ويوم 28 مع فاركو، وإن شاء الله نكسب المباراتين عشان نتوج أبطالا للدوري. إنما ما فيش أي ماتش سهل في الدوري العام. لجنة التظلمات ما نظرتش بأي جدية لشكوى النادي الأهلي على الإطلاق. اللجنة أوصت إن من الموسم الجاي الفريق اللي ينسحب يتخصم منه 6 نقط. طب أنت مالك؟ أنت لجنة تظلمات جالك شكوى، مالك السنة الجاية يتخصم ولا ما يتخصمش؟ ولا الحقد والغل طالع من قلبكم؟ توصية تكشف لك قد إيه كان أمنية حياتهم يلاقوا ثغرة علشان يخصموا من الأهلي 3 نقط. إنما الحمد لله اللائحة كانت واضحة زي الشمس. كده رصيد الأهلي الحالي من فضل الله زايد على رصيد بيراميدز بنقطتين، لكن عايز أقول لكم إن بيراميدز عنده مباراتين أسهل جدا من النادي الأهلي، عنده بتروجيت وسيراميكا، بينما احنا هنلاعب الفرقتين اللي كسبوا بيراميدز، هنلاعب فاركو وهنلاعب البنك الأهلي، ماتشين من أصعب ما يكون. لجنة التظلمات قالت بالحرف الواحد إنها وافقت على قبول التظلمات ال3 من الأندية، لكن رفضت ال3، رفضت شكوى نادي الزمالك ونادي بيراميدز لخصم 3 نقط من النادي الأهلي، وقالوا إن ما فيش أي نقطة في لائحة الأندية لهذا العام بتنص على كده، وكتبوا اللائحة إن الفريق اللي ما يروحش الملعب يعتبر خسران 3-0 بس. إن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي بعد هذا القرار يسكن هادئا ويكمل الدوري العام إن شاء الله، وإن شاء الله في حالة تتويجنا ببطولة الدوري العام هنقفل على الباب ده وخلاص، ويا دار ما يجيلك شر. إنما لو لا قدر الله الأهلي خسر الدوري العام يبقى عندنا فرصة نروح للمحكمة الدولية ونطالب بإعادة مباراة الأهلي والزمالك. الزمالك ملوش لا في الطور ولا في الطحين، إنما أعلن رسميا فور صدور قرار لجنة التظلمات بعدم خصم 3 نقط من الأهلي، أعلن رسميا رفضه لقرار اللجنة وإنه هيتقدم بشكوى سريعة جدا للمحكمة الدولية الرياضية. الزمالك عشان يتقدم للمحكمة الدولية الرياضية بشكوى ضد هذا القرار لازم يدفع حوالي 70-80 ألف فرنك سويسري، لكن كراهيتهم للأهلي تخليهم يدفعوا أي فلوس ويخسروا أي فلوس، لأن كراهيتهم للأهلي زادت قوي عن الحدود، وتستاهل بقى من هنا ورايح إن احنا نعاملهم بالمثل. يستاهلوا إن النادي الأهلي يعاملهم بالمثل، يستاهلوا إن النادي الأهلي يديهم على دماغهم في كل حاجة، في كل حاجة. قلت لكم اللي حصل النهاردة في بطولة سوبر جلوب العالمية لكرة اليد هو أول صفعة للزمالك. الأهلي فاز ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة اليد والزمالك الثاني، والفائز بالدوري المصري من حقه يشارك في بطولة سوبر جلوب العالمية لكرة اليد لأندية أبطال العالم. الأهلي فاز كمان ببطولة سوبر إفريقيا على الترجي التونسي في المباراة النهائية، وبقى من حقه يشارك في بطولة سوبر جلوب لكأس أندية العالم اللي هتقام في مصر. بالتالي الأهلي من حقه يشارك في البطولة دي بورقتين بطاقتين،
سواء بطل السوبر الافريقي او بطل الدوري المحلي. فالاتحاد الدولي لكرة القدم لكرة اليد بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي لكرة اليد ارسلوا لنادي الاهلي سؤال واستفسار: تحب تشارك في البطولة العالمية كأس أندية العالم سوبر جلوبال كرة اليد في القاهرة بصفتك ايه؟ بصفتك بطل افريقيا ولا بصفتك بطل مصر؟ لو هتشارك يا اهلي والقرار عندك بصفتك بطل افريقيا، يبقى هيشترك معاك من مصر ممثل مصر اللي طلع تاني وراك في الدوري اللي هو الزمالك. ولو هتشترك بصفتك بطل للدوري المصري، يبقى اللي هيشترك معاك اللي طلع تاني في سوبر افريقيا اللي هو الترجي. تاخد معاك الترجي ولا تاخد معاك الزمالك؟ تاخد معاك الناس المحترمة اللي جاية من تونس ولا تاخد معاك الناس اللي دايما بتحفر لك ودايما بتفوت عشان تأذيك؟ الاهلي خد قرار، بس قبل ما الاهلي ياخد قراره درس الموضوع، درس ايه فرصته في المشاركة. سأل الاتحاد الدولي لكرة اليد ايه الموقف بتاع بطل السوبر الافريقي وبطل الدوري المحلي، هل اي واحد في الاتنين عنده ميزة؟ قالوا له اللي بيشارك بصفته ممثل الدولة المضيفة بيبقى عنده ميزتين. الميزة الاولى انه يختار المجموعة اللي يلعب فيها، بيعملوا قرعة البطولة ل3 مجموعات او ال4 مجموعات، وبعدين بطل الدولة المضيفة يقول انا عايز ابقى في المجموعة دي. ميزة كبيرة جدا. والميزة التانية بيختار النادي اللي يلعب ضده في المباراة الافتتاحية من مجموعته. فالاهلي قال لك لا، طب ما ناخد الميزة دي، العب بصفتي بطل الدولة المضيفة واختار مجموعتي واختار الفريق اللي العب قصاده. طب ما كده على حساب الزمالك، جت من عند ربنا بس كده حلوة، جت من عند ربنا بس كده يستاهلوا. ما هو كل بني ادم بياخد على قد نيته، ودول السواد بيشعشع منهم. والحمد لله النهارده بيقول بعد ما طلع القرار بنص دقيقه بيقولوا احنا رايحين المحكمه الدوليه، وطبعا هيلاقوا اللي يدفع لهم. بل النهارده دفعوا فوق من $1 مليون لخالد بوالطيب النجم المغربي علشان يتنازل عن القضيه بتاعه الفيفا ويبعت للفيفا يقول خلاص انا بعت، فالفيفا يرفع عن الزمالك الايقاف بتاع القيد الخاص بخالد بوالطيب. لسه موضوع باتشيكو. طب $1 مليون دول جابوهم منين؟ عمرك ما هتلاقي قناه بتقول جابوهم منين، ولا هتلاقي اديب ولا غير اديب يقول جابوهم منين، ولا هتلاقي جورنان يقول الزمالك فلوسه منين، ولا هتلاقي برنامج، ولا هتلاقي بني ادم في مصر يقول الزمالك بيجيب فلوسه منين. مع ان $1 مليون في الوقت ده انت ما جالكش $1 مليون، لا انت عملت عقود اعلانيه، ولا انت كسبت بطولات، ولا جالك فلوس من اتحاد دولي، ولا في اي جهه فيك يا مصر اعطتك مليم و$1 مليون. وطبعا مش معقول نقول ان بيراميدز اعطته $1 مليون عشان خاطر محمد عواد، كلام مش منطقي.